حضورنا الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الثابتة اللازمة، وأقول سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. سادتي الأفاضل، أنتم تحضرون الطبعة السابعة من حفل توزيع وسام الذاكرة الذي ارتأت المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء أن يكون للراحل البطل ياسر عرفات. حضورنا الأكارم، أرحب بكم وأقول والقلب ذي نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا. يتزاحم الترحيب يسبق بعضه ويأتي بعضه متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. أرحب ترحيبا خاصا بالسادة ممثلي أقول أعضاء الحكومة. الترحيب موصول للسيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع الودني. أرحب كذلك بممثلي المجلس الشعبي الوطني. الترحيب كذلك ترحيبا خاصا بالسيد سفير دولة فلسطين. الترحيب أقول موصول للسيد منسق الهيئة الشعبية الجزائرية لدعم فلسطين. أرحب كذلك بالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. أرحب بممثلي السلك الأمني. الترحيب موصول للأساتذة والدكاترة الأفاضل الذين شرفونا بحضورهم معنا. وأرحب كذلك بكل ضيوف المنظمة، وأدعوكم للاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ خالد بسطي تكون خير ما نفتتح به هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم بما جاء في كتابه الكريم. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه كي لا يضيع ويخلقه. حضورنا الأكارم وكل من التحق بنا لتوه، أعود الترحاب بكم باسمي وباسم المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، واستسمحكم للوقوف للنشيد الوطني الجزائري. فاشهدوا أبيض واخضر واحمر، في وسطه نجمة على يسارها هلال، هو العلم الوطني الجزائري الذي من أجل أن يرفرف ضحت الجزائر وقدمت
أزيد من 1.5 مليون شهيد، وبتزامن مع الأحداث التي تعيشها هناك الحبيبة فلسطين، ندعو أن تكون أيضا ثورة تحررية في هذه الأثناء. أستسمح منكم الآن الوقوف للسلام الوطني الفلسطيني. إذن كان هذا السلام الوطني لدولة فلسطين الحبيبة، فلسطين الشقيقة. إذن ولأن الحدث ولأن شخصية الطبعة السابعة من وسام الذاكرة هو البطل ياسر عرفات، والذي ارتبط اسمه دائما بالنضال وبالقضية الفلسطينية، سنعرض لكم فيديو لأبرز مواقف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجاه القضية الفلسطينية. أدعوكم إلى مشاهدة هذا الفيديو. بالنسبة للقضية الفلسطينية الموقف تاعنا واضح وضوح الشمس وما نتخلاش عليه، ويبقى هذا هو إلى أن يرث الله الأرض وما عليه. مواقف تاريخية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، لم تتوانى الجزائر في الدفاع عنها. قضية فلسطين التي لم تكن للجزائر يوما قضية عادية، بل هي مقدسة متجذرة لدى الشعب الجزائري. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. لم تتخلى الجزائر منذ الاستقلال عن دعم حركات التحرر في العالم، وعلى رأسها قضية فلسطين، قضية القضايا. من هنا أعاد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون القضايا إلى الواجهة وإلى وجدان الجزائريين، وجعلها من أولى أولوياته منذ توليه سدة الحكم. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. لم يبقى الرئيس تبون متفرجاً، بل وجد الحلول وشارك في توحيد صفوف الفلسطينيين، بداية بالمصالحة ولم شتات المقاومين. تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. المنابر الدولية تشهد على مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية. ما نتركش فلسطين الهمجية اللي راها فيها اليوم. غزة وصلت عار على البشرية. ولأن الحياد في القضايا المصيرية خيانة، رئيس الجزائر جرم العدوان منذ بداية الطوفان. جرائم يعني كاملة الأركان، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. الفلسطينيين عمرهم ولا كانوا إرهابيين، فلسطينيين ما همش إرهابيين، فلسطينيين. أول مبادرة حقوقية جزائرية للملاحقة القضائية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ولجرائمه في قطاع غزة.
فإنني أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي. وبما أن القضية الفلسطينية شرف الأمة العربية، فالجزائر ترافق القضية بحب ودعم لا مشروط وعطاء لا محدود إلى غاية تحرير القدس الشريف. احنا فلسطين استقلالها قالوها الزعماء الجزائريين رحمهم الله في بداية الاستقلال، قال استقلالنا ما يتم إلا يوم تستقل فلسطين. إذن هي مواقف سيسجلها التاريخ لرئيسنا السيد عبد المجيد تبون، وبهذه المواقف هو أعلن بأن الجزائر مع فلسطين شعبا وحكومة ظالمة ومظلومة. تحية للسيد الرئيس، وكذلك لمن أعد هذا الروبورتاج الخاص بالموافق في الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الكلمة الآن ستكون للسيد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم الأستاذ العربي عطية الله، فليتفضل الأستاذ العربي عطية الله المكلف بالتنظيم بالمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء في كلمة ترحيبية بالمناسبة تحت تصفيقاتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السادة ممثلي القطاعات الحكومية، السادة النواب للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، فعاليات المجتمع المدني، أسرة الإعلام، السادة ممثلي الهيئات الأمنية والمدنية والعسكرية، السادة رجالات الإعلام بمختلف أطيافه. أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق والسيدة وزيرة الثقافة على الرعاية السامية لهذا الحفل، وحفل وسام الذاكرة في طبعته السابعة لسنة 2023. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة فيرتكس لمرافقتها لجميع أعمالنا ونشاطاتنا في هذه المدة. يطيب لنا في المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء أن نقف أمامكم وبينكم لنشرف معا على مراسم الطبعة السابعة من فعاليات وسام الذاكرة، والتي تأتي في هذه السنة في ظل ظروف إقليمية ودولية يصفها الكثيرون بأنها غاية في التعقيد والخطورة، ونرى أنها بوادر خير وبشائر نصر، لكنه يصعب على المتأمل لوضع الراهن أن يرى بوادر النصر وبشائر الخير ما لم يكن جزائرياً. فوحدنا نحن الجزائريين من خبر سر الذاكرة والتاريخ، فصرنا لا نرى إلا بهما. وها نحن اليوم نرى أن اللحظة التاريخية التي عشناها قبل نحو 70 سنة تتكرم هذه الأيام في غزة فلسطين. ليس غريباً أن ذراع سيدي بومدين الغوث مدفونة في فلسطين، ولنا حياً كبيراً يحمل اسم المغاربة كان يطلق على الجزائريين بالذات. كانوا يجمعون الأموال والعقارات ويحبسونها وقفاً للفلسطينيين قبل قرون. ليس غريباً أن يكون حلم الأمير عبد القادر الإقامة في عكا قبل أن تحتل، ولا أن يصدح بومدين بكلمته الموقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ولا أن يكون إعلان قيام دولة فلسطين من هنا من الجزائر. ليس غريباً أبداً أن تزأر الدبلوماسية الجزائرية الجديدة بكل قوة وعلى لسان قائدها الرئيس عبد المجيد تبون
في كل المحافل الدولية لصالح فلسطين، فالأمر يتعلق بالجزائر، وحينما يتعلق الأمر بالجزائر فلا مجال للهرولة ولا للخيانة ولا للتطبيع. أيها السادة الكرام، ما بين 7 أكتوبر والفاتح من نوفمبر أيام قليلة، لكنها 69 سنة من المواقف التاريخية لجيل الثورة التحريرية المباركة. كانت العنوان الأبرز لجزائر الاستقلال واللغة التي يخاطب بها الشعب الجزائري العالم، مواقف جعلتنا نتوق لاستقلال ما تبقى من شعوب المعمورة، ونسعى لأن نكون مكانهم ونفدي أنفسنا في سبيل حريتهم. نعم سادتي الكرام، إنها جينات الشهداء التي سرنا نتوارثها نحن الجزائريين ونقتسمها فقط مع الشعوب الحرة المضطهدة على غرار الشعبين الفلسطيني والصحراوي. سادتي الكرام، نغتنم هذه السانحة لنرفع عبارات الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي أعاد للدبلوماسية الجزائرية سكتها المفقودة، وأعاد للشخصية الجزائرية هيبتها الموؤودة، وهو الذي نجح في أن يكون صوتاً حراً ليس للجزائريين فحسب بل لكل الشعوب الحرة. سادتي الكرام، لقد قررنا نحن أن يحمل اسم الطبعة 7 من وسام الذاكرة رجل صنع أهم ملامح ذاكرة الشعوب الحرة، رجلاً ولد قائداً وعاش قائداً واستشهد قائداً. ولأننا في المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء نعيش على غرار كل الجزائريين العدوان الصهيوني الهمجي على فلسطين، فإننا نتذكر جميعاً الرئيس الراحل المجاهد الشهيد ياسر عرفات. قررنا في مكتبنا بجميع أصوات الحاضرين في المكتب الوطني أن نمنح وسام الذاكرة لهذه السنة، سنة 23. عاشت فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء الأستاذ العربي عطية الله. كما أشار فإن وسام الذاكرة في مختلف طبعاته كان قد تقلده شخصيات وطنية ودولية تميزت وارتبطت أسماؤها بالتحرر وبالتاريخ وبالقضايا العادلة. ويذكر أن وسام الطبعة الماضية كان من نصيب المجاهدة جميلة بوباشا، وكذلك للعلامة محمد الصالح الصديق، وكذلك للمخرج الكبير الأستاذ أحمد راشدي. وهذه الطبعة ارتأينا أن تكون خاصة بإخواننا بفلسطين، وارتأت المنظمة أن يكون وسام الذاكرة للمناضل البطل الراحل ياسر عرفات. وأنا بدوري أرحب ترحيبا خاصا بكل الجالية الفلسطينية المتواجدة هنا داخل القاعة. شرفتمونا كثيرا بحضوركم هذا. وأرحب كذلك طبعا بكل من يحضر في داخل القاعة وبكل من حضر بنا لتوه. نتشرف بكل الحاضرين. الكلمة ستكون الآن إلى سعادة سفير دولة فلسطين الحبيبة، فليتفضل أستاذنا الفاضل إلى المنصة مشكورا. الإخوة الأعزاء، أخي المناضل رئيس المنظمة الوطنية للذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، إخواني ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة، إخواني ممثلي البرلمان، إخواني ممثلي منظمات المجتمع الوطني، إخواني إطارات الدولة الجزائرية الأعزاء، وإخواني الأعزاء أيضا أبناء الجالية
الفلسطينية، إخواني الحضور جميعا، أحييكم بتحية فلسطينية خالصة، تحية من القدس ومن غزة ومن الضفة ومن كل ربوع فلسطين، تحية من الشعب الفلسطيني البطل إلى الشعب الجزائري البطل. ولذلك إخواني الأعزاء، رسالة المنظمة هذا العام ووسامها بتكريم رمز الشعب الفلسطيني، القائد المؤسس، مؤسس الثورة الفلسطينية، الشهيد الراحل ياسر عرفات، له دلالات عظيمة في هذا الوقت، له دلالات سياسية، وله دلالات وطنية، وله دلالات نضالية نقدرها لكوادر وأعضاء ورئيس أو الأمين العام لهذه المنظمة. نقدر هذا التكريم لهذا الرجل الثائر المناضل الشهيد الراحل ياسر عرفات، وأقول أن لها وقع خاص في هذه اللحظات ولها دلالات، لأنها تأتي مع هذه الملحمة الأسطورية من الصمود للشعب الفلسطيني البطل على أرضه في كل أماكن تواجده. الشعب الفلسطيني اليوم تحديداً في قطاع غزة يتعرض إلى حرب إبادة جماعية. هذه الحرب التي تستهدف كل الشعب الفلسطيني وتستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه. فدعوني باسمكم إخواني الأعزاء في الجزائر، وأنا على يقين أنني أمثل نبضكم ومشاعركم النبيلة، وأيضا باسمكم إخواني الأحبة أبناء الجالية الفلسطينية، أن أتوجه بكل التقدير والاحترام والتبجيل لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل فلسطين. لا يمكن أن يفوتني أن أتقدم بكل الشكر والتقدير باسم الشعب الفلسطيني أيضا للجزائر رئاسة وحكومة وشعبا على كل الدعم وعلى المواقف التاريخية التي تقفها مع فلسطين، منذ أن قال الشهيد الراحل هواري بومدين مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. هذه المقولة التي أصبحت دستورا يحكم العلاقة الفلسطينية الجزائرية، مرورا بكل رؤساء الجزائريين حقيقة الذين حافظوا على هذه العلاقة ولم يقطعوا ولم يوقفوا ولم يتخاذلوا لحظة عن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، وصولا إلى الرئيس عبد المجيد تبون الذي قال الشعب الفلسطيني مش إرهابي ولن يكون كذلك، إنه شكل أكبر دعم سياسي للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة تحديدا، ولذلك نقدر له هذه المواقف العظيمة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، ونشكر الشعب الجزائري على كل ما يقدمه لشعبنا. وسأنهي حديثي كما كان يقول ياسر عرفات، نقول يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون، وسيرفع شبل من أشبال فلسطين إن شاء الله أو زهرة من زهرات فلسطين، علم فلسطين على مآذن وأسوار القدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لي سيد أو لسعادة السفير، سفير دولة فلسطين، على هذه الكلمة المزلزلة، الكلمة التي قال فيها الكثير. وكما قال السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشعب الفلسطيني ليس إرهابيا ولن يكون، بل الشعب الفلسطيني هو شعب مقاوم تماما مثل ما كان الراحل الشهيد ياسر عرفات. فليتفضل السيد نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى المنصة ليشرفنا بحضوره هنا بالطبعة السابعة
وسامي الذاكرة الذي منح للسيد الراحل الشهيد ياسر عرفات. سلام الله عليكم جميعا فردا في هذه القاعة. واسمحوا لي من باب الألقاب والأسماء والوظائف كجزائريين وجزائريات نرحب بسعادة سفير جمهورية فلسطين وما أدراك ما فلسطين، لك كل التقدير والاحترام، ومن خلالك إلى كل فلسطين بكل شعبها ومؤسساتها وتاريخها. وأخي العزيز سي عبد الكريم رئيس هذه المؤسسة ذات البعد التاريخي اللي تهتم بالحفاظ على الذاكرة. وأنا فخر أيضا كبير اليوم بحضور سعادة السفير هو أن الأجيال تاع الجزائر المتعاقبة والمتنوعة باختلاف مشاربها الفكرية والتنوع تاع التخصصات تاعها والحزبية وغيرها تلتقي وتلتف حول فلسطين، لأن فلسطين قضية أولا حق، قضية تاريخ، انتماء، عقيدة، قضية إنسان يريد أن يحقق حريته وفي امتلاك أرضه، قضية أرض، قضية شرف، قضية مقدسات، قضية سياسية، قضية دولة أيضا، وقضية تاع مواقف. علاه نقول مواقف؟ لأنه في الوقت اللي اليوم كثير من الناس أصبحت تتفاوض تحت طاولات وأصبحت فاقدة لنقطة التوازن تاعها بعدها السياسي. أنا نقول باللي السياسة مواقف، لا بوليتيك سي دي بوزيسيون، ماهيش بيع وشراء. قد تبيع وتشتري في المواد التجارية، ولكن لا يمكن أنك تبيع وتشتري في القضايا المرتبطة بالإنسان وبحقية الإنسان في أرضه، لأنه التاريخ حكم على كل من مشى في هذا النهج أنهم دخلوا في باب، وربما خليكم لكم أنتم التسميات المختلفة اللي تقدروا تسموا الناس اللي مشات في مثل هذه المفاوضات. مش مفاوضات، في هذا النهج اللي يقل بكثير أن نسموه مفاوضات. الجزائر دائما، وإحنا أبناء الجزائر اللي تابعين رسالة شهداء ومتبنينها، ونحيي سي عبد الكريم على هذه المواقف، ماشيين أيضا في الدفاع ومساندة الرمزية الفلسطينية، لا سيمبوليك تاع الفلسطينيين اللي هي مبنية على النضال والكفاح والمقاومة، وأيضا مبنية على رمزية شمل الفلسطينيين. لما تشوف شخصية ياسر عرفات ربي يرحمه ويوسع عليه من خلال المقاومة والكفاح والنضال، تحس أن هناك محاور اليوم لابد أننا كأجيال يقرأوا عليها هذه المحاور. سي دي بيفو، سي دي زاكس اللي ما تبدلوش. لما تشوف أنت في مفاوضات أوسلو وين الرجل اللي يحبوا يعاودوا يجعلوه نقطة تاع ضغط باش يمروا من خلاله مخططات لمحو فلسطين، وهو رافض وقال أنا والله نختار نبقى شهيد وما نسمحش في ذرة واحدة من أرضي ولا من وحدة شعبي. فلسطين أيضا مواقف تاع رجال كفاح بكل تنوع تاع الفصائل الفلسطينية. بعد 7 أكتوبر من قبله كانت بزاف ناس عاملة حساب أنه فلسطين خلاص انتهت كقضية، وحابين يرجعوها قضية شغل تاع غذاء، واحد يرجعها قضية تاع دواء، واحد يحب يرجعها قضية تاع مرافعات. ولكن فلسطين بعد 7 رجعت الذكر تاع الناس والذاكرة أنه فلسطين هي قضية أرض، قضية دولة، قضية شعب، وأكبر من هذا قضية تضحية. خاطش بزاف ناس اللي يقول لك يا ودي الآلاف تاع الأطفال وآلاف تاع النساء، احنا نقول لهم أيضا ما 1.5 مليون من الشهيد والشهداء تاع الجزائر اللي خلونا اليوم بالإعلام هذا اللي نسلم عليه، ومن خلاله نتفكر الشهداء ربي يرحمهم، راهم في دار الحق أحياء عند ربهم يرزقون، مش مسلفة. ولذلك دعمنا لفلسطين ودعمنا أيضا لإخواننا وأشقائنا في الصحراء الغربية. هي قضية مبدئية وما تغيرتش وما تغيرش، لأنه تسوية فلسطين هو البوان ديكيليبر تاع العالم. حنا قلعت من بوان ديكيليبر تاعنا حنا كأشخاص. حتى العالم اليوم راه يعيش إمبان، راه يعيش أزمة، راه يعيش عطب في منظومة حقوق الإنسان، في منظومة المؤسسات الدولية، في منظومة الترويج للقضايا المختلفة في كل دول العالم. العالم الآن راه يعيش إمبان دو ديمقراطي، ناظر قد لقى روحه أمام مشكلة كبيرة وهي ازدواجية المعايير. كيفاه أنت عندك آلاف تاع الأطفال والنساء تقتل في وضح النهار أمام كل قنوات العالم وما كاش واحد يتدخل
وتوظف علينا مادة يسموها لا عقاب، لامبونيتي، تحت شعار القوة. أتساءل ولا زلت أتساءل، الحرب العالمية الثانية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإحنا مناضلين تحت حقوق الإنسان، لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم، علاش ندارت؟ لأن أوروبا شافت أن العالم تعرض إلى ملايين من الضحايا جراء الحروب، قال نديروا لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم باه نحترموا حقوق الإنسان، المرأة والحياة والطفل والتمدرس والغذاء، ونتأسس من خلالها منظومة كاملة اللي هي منظومة الأمم المتحدة باه تحافظ على السلم في العالم. ومن بعد كي الحق لفلسطين كل هذه الآليات تتوقف. نحيي الأمين العام للأمم المتحدة لأنه أخذ موقف رجولي وشجاع، ومشى عمل كونفيرونس دو بريس في معبر رفح وقال هذا الشيء اللي راح يندار هي إبادة ومقبرة جماعية للأطفال في فلسطين، ولابد من يتحرك العالم باش تتوقف هذه الإبادة وهذه المجازر. قالت لنا هذه الحالة تاع الوعي والحرية اللي راهي عندنا ونعبروا من خلالها، وإحنا مؤمنين أنه ما يحدث باطل وخطأ، وأن الشيء اللي نناضل من أجله حق ومناصرة. ثقتي كبيرة في كل المخلصين والمناضلين بكل مستوياتهم ومراتبهم وأحزابهم ومؤسساتهم ودولهم. تبقى فلسطين قضية التوازن العالمي، سي ليكيليبر مونديال. إذا أردنا أنه العالم يسترجع العافية تاعو تاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، لابد يرجع البوان ديكيليبر تاعو، لأن القوة الآن اللي راهي تمارس فقدت ليكيليبر تاع لو موند اونتي، تاع العالم كله. والله العالم ما راهش الآن يعيش على حالة توازن، يعيش على حالة قوة، نعم، قوة عسكرية نعم، ولكن ماهيش قوة تاع منطق وقوة تاع حق. فلسطين ستأخذ إن شاء الله استقلالها الكامل على أراضيها وعاصمتها القدس الشريف. لكم كل التقدير والاحترام. اسمحوا لي أنا عملت لقاء معكم وكلمة سريعة، ولكن أتكلمها من حيث المسؤولية اللي راهي على عاتقي، وهي المجتمع المدني. المجتمع المدني الجزائري بكل مكوناته دون استثناء مدعم لفلسطين، وصوت المجتمع المدني الجزائري بدون استثناء مع كل النشطاء لأصدقائي وزملائي في كل دول العالم. صوتنا يمشي إلى كل هذه الأصوات حتى نعمل تشبيك لدعم الفلسطينيين ودعم الحق. وأعتقد أنه اللي مشى وراء الحق الله سبحانه عز وجل، اللي بدينا كلامنا بالبسمة لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ما يتركش الإنسان مهما كان صاحب الحق فوق هذه الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كانت هذه كلمة الأستاذ نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، والتي وصفها بالسريعة ونحن نصفها بالمهمة والمكملة لكلمة سعادة السفير. كلمتين قد تشرفنا بإلقائهما هنا بحفل وسام الذاكرة، والذي سيناله المجاهد الشهيد البطل ياسر عرفات. الحفل والذي كان بمساهمة من مؤسسة فيرتكس التي ساهمت دائما في كل نشاطات المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء. حضورنا الأكارم، الكلمة الآن هي لسيد منسق الهيئة الشعبية الجزائرية لدعم فلسطين الأستاذ طاهر ديلمي، فليتفضل إلى المنصة مشكورا تحت تصفيقاتكم. أخي الفاضل عبد الكريم حضري وإخوانه في المنظمة الوطنية للذاكرة التاريخية، أحيي فيكم وأثمن دوركم من أجل الحفاظ على رسالة الشهداء. عندما كان البعض لا يتكلم على الذاكرة التاريخية ولا يتكلم على رموز الجزائر، كانت المنظمة تاع الذاكرة تسوب وتجول في كل الولايات حفاظاً على الذاكرة وإحياء لرسالة الشهداء واعتزازاً برموز الجزائر الشامخة. أقول اليوم هذه الوقفة وقفة تقدير وعرفان، وأستسمح إخواني في المنظمة، ليست المنظمة وحدها التي تكرم عرفات، الشعب الجزائري هو الذي يكرم الآن عرفات. عرفات رمز وجهاد واستشهاد
وبطولة وشرف، وكان رجل الإجماع. استطاع أن يجمع الشتات الفلسطيني، واستطاع أن يجمع كل الأضداد الفلسطينية، واستطاع أن يجمع كل الفصائل الفلسطينية، ولم يخن القضية ولم يتنازل عن القضية. هذا هو عرفات الذي عرفناه. أيها الإخوة، تكلم أخي السفير عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن المؤامرات التي تحاك، وتكلم الأخي نور الدين. أخي نور الدين، أنا والله غير أحمل لك كل الود والمحبة والمعزة، صفقوا عليه. الرئيس الرمز عرفات قال كلمة البعض أراد أن يتجاهلها أو ينساها أو يتغافلها. ماذا قال؟ شوفوا الزعيم الذي جرب المحن والمؤامرات والدسائس، ماذا قال؟ إن ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا للجزائر. إن ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا للجزائر. وعندما يقولها عرفات فهو محق في قوله ومدرك لما قال ويعيش لما يقول. أتعرفون لماذا قال عرفات إن ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا للجزائر؟ عندما فكر الأبطال الفلسطينيين بعد النكبة في 1948 من أجل المقاومة ومن أجل فتح، كان عرفات وزملائه أبو جهاد في الجزائر في 1964، والتقى بالقيادة الجزائرية، والتقى بالرمز الفحل الشهم هواري بومدين. ماذا قال العرفات للرئيس بومدين؟ نريد منكم أن تساعدونا لأننا سوف نعلن قيام الثورة الفلسطينية. ماذا قال الزعيم بومدين؟ ما قالش باللي والله سوف نرى المعطيات الدولية والداخلية والمؤامرات والضغوطات. وجب عرفات، ماذا قال الرمز عرفات؟ أطلقوا أول رصاصة ونكون لكم السند والمدد، وكنا السند والمدد للقضية الفلسطينية. أتعرفون لماذا قال عرفات إن ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا للجزائر؟ بعد حرب الانسزاف في 1999 وقامت المقاومة الفلسطينية بدور جيد في قهر الكيان الصهيوني، وجاء أيلول الأسود وأراد البعض والملك الأردني تحديدا أن يذبح الفلسطينيين وأن يصفي الفلسطينيين في أيلول الأسود، فكانت الجزائر وكان بومدين واقفا شامخا وهدد الأردن من أجل القضية الفلسطينية. أتعرفون لماذا قال عرفات إن ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا للجزائر؟ في 1974 في قمة الرباط، عندما تآمر العرب على القرار الفلسطيني وأرادوا أن يمنعوا منظمة التحرير الفلسطينية أن تكون ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، تقدم الزعيم بومدين وخبط الطابلة قال الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير، ونحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة، ثم قالها. أتعرفون أيضا لماذا قال عرفات اذهبوا للجزائر؟ عندما خرجت المقاومة من بيروت وحوصت القيادة وحوصرت الفصائل وحوصر الفدائيين وحوصر المقاومين، كانت الجزائر هي التي الحاضنة للقضية الفلسطينية، وكان إخواننا المقاومون في سقهراس وفي تبسة في حدود الجزائر، واستطاعت الجزائر أن تحمي وحدة القرار الفلسطيني. وتعرفون أيضا لماذا قال إن ضاقت بكم الدنيا اذهبوا للجزائر؟ عندما تخاذل العرب وتآمر الحكام العرب على القرار الفلسطيني، وهم الذين أشاروا على القيادة الفلسطينية بقضية أوسلو، لا دخل في الموضوع، ما نتكلمش عن الموضوع هذا، لكنهم خاذلوا القضية الفلسطينية.
وقرر بومدين رحمة الله الجزائر وبومدين مبادئ الجزائر أن يذهب للأمم المتحدة، ونحن الجزائر تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يدخل عرفات فارسا يحمل غصن الزيتون رغم إرادة ورغم ضغط أمريكا وعملاء أمريكا والحلف الغربي، ولكن الجزائر استطاعت أن تجعل من منظمة التحرير مراقب في الأمم المتحدة. وآخرها لما حاول العرب أن يطمسوا القضية الفلسطينية وأن يقضوا على الوجود الفلسطيني وأن يقضوا على الرمزية الفلسطينية وعن الهوية الفلسطينية وعن القرار الفلسطيني، ماذا قال عرفات لأخ تعرفونه محمد طاهر عبد السلام؟ قال نريد رسالة للشاذلي بن جديد رحمة الله عليه، قال نريد مكانا فقط، أعطونا مكان لنجتمع فيه المجلس الوطني الفلسطيني ليقرر ما نحن فيه وما نحن مقبلين عليه. لا نحرجكم لا من أمريكا ولا من الغرب ولا من العرب المطبعين، لا نخلق لكم مشكل سياسي. أتعرفون ماذا قال الشاذلي بن جديد رحمة الله عليه؟ أتعرفون الجزائر الثابتة، الجزائر الواقفة، الجزائر المناضلة، الجزائر التي لا تخاف لومة لائم؟ قال له عد إلى الرئيس عرفات في تونس وقل له الجزائر كلها ستحتضن المجلس الوطني الفلسطيني بكامل فصائله وفي قصر الأمم وبحضور مؤسسات الدولة والسفراء ووسائل الإعلام، وتعلنون قيام دولة فلسطينية ويدزوا معاهم. أنا نقولها لكم دزوا معاهم، قال قبل الرئيس تبون ويدزوا معاهم. ولهذا علاقتنا بالثورة الفلسطينية يا إخواني ليست علاقة عاطفية، وليست كما قال خويا نور الدين، وليست علاقة تضامنية فقط، بل نحن شركاء في تحرير فلسطين. والذين يزايدون على الجزائر وزايدوا على الجزائر قبل القمة العربية، وانتم الإخوة يعرفون هذه الأشياء، وزايدوا على الجزائر قبل القمة العربية. أخي السفير هنا والجالية الفلسطينية موجودة هنا والفصائل موجودة هنا، 7 قمم عربية كانت القضية الفلسطينية في آخر جداول الأعمال تاعهم. 7 قمم عربية، 7 قمم عربية كانت القضية الفلسطينية في آخر بوند في جدول القمم العربية. والجزائر في مؤتمر القمة العربية أعادت القضية الفلسطينية المحورية إلى القمة العربية وعلى المستوى العالمي. الجزائر هم الإخوان الفلسطينيين حاضرين لم تملي على القيادة الفلسطينية، ولم تحرض فصيل على فصيل من القيادة الفلسطينية، ولم تتدخل في القرار الفلسطيني، ولم تساهم في القضية الفلسطينية، ولم تبيع أو تشتري كما قال خويا تحت الطاولة. بالعكس كنا دوما وأبدا ندفع الثمن، نعم ندفع الثمن، نتعرض للضغوطات ولكننا لن نخضع، نتعرض للمؤامرات ولكننا لن نركع، لأن رسالة الشهداء أوصتنا إما النصر أو الاستشهاد، هذه هي الشهداء تاعنا. وعندما نقول لإخواننا الفلسطينيين ويقولها السيد رئيس الجمهورية والشعب الفلسطيني نحن مع وحدة القرار الفلسطيني ووحدة الهدف الفلسطيني، لا نقولها سياسويا بل نقولها وراءنا خلفية تاريخية. ثورة نوفمبر المجيدة لولا التحام جبهة التحرير وجيش التحرير في بوتقة واحدة وتوحد الشعب الجزائري في بوقة واحدة ما كنا ننال الاستقلال. ولهذا عندما نقول نحن مع الوحدة الفلسطينية ومع المقاومة الفلسطينية، تكريم الرئيس عرفات هو تكريم لكل المقاومين الفلسطينيين عبر مختلف الأجيال، لكل المقاومين الفلسطينيين عبر مختلف الأجيال. أختم ما أقول من مقام الشهيد وليس من قاعة بن زيدون، أقول من مقام الشهيد
بهذا الجمع أقول رسالة لإخواننا الفلسطينيين في كل شبر فلسطيني، ولإخواننا في غزة، ولإخواننا في المقاومة: والله ثم والله ثم والله الجزائر لن تخذي لكم أبدا، الجزائر لن تخذي لكم أبدا، والنصر لفلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كانت هذه كلمة الأستاذ طاهر ديلمي منسق الهيئة الشعبية الجزائرية لدعم فلسطين، وإنه لشرف كبير للطبعة السابعة من وسام الذاكرة أن تلقى فيها كلمات بهذه القوة للقضية الفلسطينية وعن ياسر عرفات، الذي سننال شرف أن يكون هو صاحب وسام الذاكرة في طبعتها السابعة. نتشرف كثيرا بكل من قدم كلمة بالمناسبة وبكل من حضر، وأرحب كذلك بالمناسبة بالسيدة الوزيرة السابقة أستاذة زرواطي التي تحضر معنا في القاعة، وبكل من يحضر معنا حضورنا الأكارم. سأدعوكم إلى مشاهدة فيديو للفنان الذي ارتبط اسمه دائما بالقضية الفلسطينية وبحب الجزائر أيضا، وغنى للشعب الجزائري وغنى للشعب الفلسطيني وللقضية، الفنان محمد وائل بسيوني. أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو. في كل حرب همجية يشنها العدوان الإسرائيلي المجرم علينا في غزة نتذكر الإجرام المشابه الذي كابده الشعب الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي البغيض. أما في هذه الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية لشعبنا في غزة والذي سطرته من مقاومة وصمود، فنؤمن أنه مشابه تماما للمشهد الأخير الذي سبق تطهير الجزائر ودحر الاحتلال نهائيا. واليوم نثمن ما تقوم به الجزائر من دعم مطلق للقضية الفلسطينية في كل المحافل والدولية منها. وكما قال مؤخرا السيد الرئيس عبد المجيد تبون: احنا ما تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. حفظ الله الجزائر قيادة وحكومة وشعبا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار. المحب للجزائر محمد وائل البسيوني، غزة، فلسطين. إذن هذه الكلمة مباشرة من غزة الجريحة التي تعاني تحت قصف أقل ما يقال عنه أنه جرائم حرب كما قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. يحضر معنا أيضا الآن في القاعة الفنان المنشد عادل حامد، فليتفضل إلى المنصة لوصلة إنشادية بالمناسبة بمناسبة الطبعة السابعة لوسام الذاكرة التي تنظمها دائما المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة ولتبليغ رسالة الشهداء. تحت تصفيقاتكم الفنان عادل حامد. أطفالك غزة قد صبحوا أجسادا في أيدي الموت، غارات الغدر تلاحقهم والعالم يهنأ في صمت. أطفالك غزة قد صبحوا أجسادا في أيدي الموت، غارات الغدر تلاحقهم والعالم يهنأ في صمت. تتناقل موتهم الصحف وأشلاء مزقها القصف، وحضارة هذه أم ماذا تلك الهمجية تقترف. تتناقل موتهم الصحف أشلاء مزقها القصف، وحضارة هذه أم ماذا تلك الهمجية تقترف. إبادة شعب مقهور أم قتل الطفل لها هدف. غزة قد صبحوا أجسادا في أيدي الموت، غارات الغدر تلاحقهم والعالم يهنأ في صمت. أطفالك غزة قد صبحوا أجسادا في أيدي الموت، غارات الغدر تلاحقهم والعالم يهنأ في صمت. Avec cette envie d'être grand,
c'est devenu comme un vrai fil d'avoir une simple école. La guerre, la mort, c'est tout ce qu'ils voient. La vie leur fut entre les doigts. Dis-moi quelle est cette maudite loi qui les prive de bonheur et de joie. أسادا في أيدي الموت غارات الغدر تلاحقهم والعالم يهنأ في صمت. There are children They're in need, waiting for us to proceed. Send them help school, They that lead. get them out of Zionist greed. We must move on, must be clear. We must let down all our fear. For Palestine is our deed. For her we die as a martyr. أسادا في أيدي الموت غارات الغدر تلاحقهم والعالم يهنأ في صمت. أطفالك وزنك قد صبحوا أجسادا في أيدي الموت غارات الغدر تلاحقهم والعالم يهنأ في صمت. يا عالم أين الإنسان؟ تأبى الأديان جرائمهم. أتساءل لو كانوا بشرا أو أي ضمير يسكنهم. يا عالم أين الإنسان؟ تأبى الأديان جرائمهم. أتساءل لو كانوا بشرا أو أي ضمير يسكنهم. رق الفولاذ لحالتنا، رق الفولاذ، رق الفولاذ لحالتنا، رق الفولاذ، رق الفولاذ لحالتنا. يا عالم أوقف آلتهم. رحم الله شهداء فلسطين الحبيب، رحم الله شهداء الطوفان الذي تعيشه فلسطين هذه الأيام. سأستدعي الآن السيد دكتور غريتيل محمد إلى المنصة ليقدم كلمة عن لجنة التحكيم ولجنة الترشيحات التي اختارت أن يكون وسام الذاكرة للرئيس الزعيم الراحل ياسر عرفات تحت تصفيقاتكم. الدكتور محمد غريتيل. مرحبا بكم في حفل الطبعة السابعة من وسام الذاكرة هذه السنة، الذي ارتأت فيه المنظمة أن تقف وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر عليها. أدعو زملائي لكي يرافقوني على المنصة حتى أقدم هذه الكلمة بالمناسبة. أدعو السيدة الدكتورة وهراني إلهام والأستاذ قراري بن سالم والأستاذ بغدادي ميسوم والأستاذ والي محمد والسيد بوريبة ياسين للصعود إلى المنصة لمرافقتي في هذه الكلمة. لقد دأبت وككل سنة المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء على إسداء وسام الذاكرة للرموز الوطنية التي ساهمت في خدمة الوطن والدفاع عنه وإبقاء راية الشهداء ترفرف عاليا خفاقة. وفي هذه الطبعة السابعة ونظرا للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني الأبي دفاعا على أرض الرباط، وتماشيا مع الموقف الثابت والدائم للدولة الجزائرية قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، انسجاما مع المبادئ الأساسية للمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء الداعمة للقضايا العادلة والهادفة لتصفية الاستعمار، فالارتباط الوجداني الوثيق للشعب الجزائري بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دم وتاريخ وجغرافيا وعقيدة، فتاريخ الجزائر وفلسطين محفوظ في ذاكرة واحدة. وعليه اجتمعت لجنة التحكيم للطبعة السابعة منذ شهر تحت إشراف الدكتور عطية الله العربي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، ليكون اختيار شخصية هذه الطبعة
البطل الرمز المجاهد والشهيد ياسر عرفات أبو عمار، أيقونة منظمة التحرير الفلسطينية ورمز من رموز الحركات التحررية في العالم الثالث، اعترافا له بما قدمه من جهاد وتضحيات في خدمة فلسطين وحفاظا على قضيتها. هذا الاختيار جاء في وقت عدوان غاشم يشنه الاحتلال الصهيوني البغيض على إخواننا في غزة، وهذا تضامنا أيضا معهم في محنتهم واستذكارا لسيرة رجل عاش ومات لأجل حرية وطنه فلسطين الحبيبة. فرحمة الله على شهداء الجزائر وعلى شهداء فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة التحكيم وأعضاء لجنة الانتقاء التي اختارت أن يكون وسام الذاكرة في طبعتها السابعة للزعيم أبو عمار، وأدعوكم لمشاهدة فيديو خاص عن الزعيم البطل ياسر عرفات. بينما نقلب صفحات التاريخ تستوقفك محطات ثبات، محطات دعم للقضية بالغالي والنفيس، القضية التي لم تكن يوما إنسانية أو عرقية، بل قضية عقائدية للمسلمين شأنها شأن بلاد الحرمين، قضية تعبت من غياب الحلول في حرب أعصاب لا هوادة فيها. هناك قوات خفية لا تريد للمقاومة الفلسطينية أن تتوحد، لأنه إذا توحدت المقاومة الفلسطينية فستصبح قوة. بعد الغموض الذي اكتنفها منذ عقود من الزمن، زعيم فلسطيني من أهم شخصيات الصراع العربي الإسرائيلي، رمز تاريخي ارتبط بالقضية الفلسطينية. لباس عسكري، كوفية ونظارة أضحت هوية لرمز المقاومة الفلسطينية. رفع البندقية في وجه المحتل الإسرائيلي وشارك في جميع حروب فلسطين. النضال والكفاح كانا رفيقاه في الجهاد، فقاوم المحتل إلى آخر رمق من حياته، فكان رفقة رفاقه مشاريع شهادة. دعهم يخططون ما يريدون، أما نحن فتخطيطنا ينبع من هذه البندقية. اسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات، ويلقب بأبو عمار. ولد في مدينة القدس سنة 1929، أين كان والده يعمل في التجارة، فهاجر إلى القاهرة عام 1927 وعاش هناك. عندما توفيت والدته وهو في 4 من عمره، أرسله والده إلى القدس. هناك بدأ وعيه يتفتح على أحداث ثورة 1936، فلم يتجاوز العام حتى عاد إلى القاهرة مرة أخرى ليلتحق بكلية الهندسة بجامعة الملك فؤاد. انتخب حينها رئيسا للاتحاد الطلابي للفلسطينيين في القاهرة. الخطاب الذي ألقاه يا أبو عمار يوم بالطريقة التي تكلم فيها كما لو كان جمال عبد الناصر يخطب. من هنا بدأت تتشكل معالم شخصية ياسر عرفات النضالية، التي ستتبلور أكثر عندما سيشارك إلى جانب الجيش المصري في صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. انتهى العدوان وسافر عبد الرحمن عرفات إلى الكويت عام 1958 للعمل مهندسا. هنالك تعرف على أبو جهاد وأبو إياد، اللذان سيرافقانه فيما بعد في نضاله ضد المحتل. ذهاب ياسر عرفات إلى الكويت تمخض عنه حركة نضالية التي ستدير صراع بالسلاح وغصن الزيتون. الفلسطيني حمل السلاح في 48 وخدع وترك السلاح فانهزم. هذه المرة هي المرة الأخيرة وشعبنا لن يترك السلاح. ولكن مع اندلاع العدوان الإسرائيلي عام 1967 على فلسطين، برز اسمه بقوة حينما قاد العمليات الفدائية ضد المحتل الإسرائيلي، انطلاقا من الأراضي الهاشمية الذي أثار الذعر بين الصهاينة. وهو صاحب أخطر مشروع برأيي في العالم بالتحرر الوطني. مشان هيك يعني لم تكن مخطئة مجلة التايم الأمريكية
طبعا بعد معركة الكرامة كان صورة الغلاف ياسر عرفات، يعني كانت لسه فتح طرية العود، يعني ياسر عرفات وتحت أخطر رجل في الشرق الأوسط. بعد العدوان وفي عام 1969 انتخب رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبدأ مرحلة جديدة في حياته بعد أن غير خطه الفكري وآمن بفكرة المفاوضات والتوصل إلى الحق الفلسطيني عبر الحوار. بعد أحداث أيلول الأسود حط الرحال في لبنان ليخرج منها فيما بعد تحت الحماية الدولية إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان، ليتوجه عرفات رفقة القوات الفلسطينية إلى تونس. This is a part of this long march to our independent states, to our capital Palestine, Jerusalem. هناك وجد الأرض الخصبة التي منها سيواصل نضاله السياسي. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. بعد هذا الخطاب اعترفت الأمم المتحدة بالقضية الفلسطينية، واعترفت بياسر عرفات كممثل رسمي لها. يدخل الأمم المتحدة، وفتح الأمم المتحدة من بعده لحركات التحرر. المحاولة كانت البذرة لاتساع مدلول القضية التي أخذت بعداً عالميا تجاوزت حدود فلسطين. هذا أبو عمار خلال سنوات بسيطة استطاع بأن يحول قضية فلسطين من قضية لجوء إلى قضية في العالم أجمع. من الجزائر بلد الحريات، منبع المقاومة ومهد الثورات، شهدت أرض 1.5 مليون شهيد على قيام الدولة الفلسطينية. إن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. بداية من هنا ألقى السلاح ليرفع غصن الزيتون في مواجهة الاحتلال. بعد 27 عاماً قضاها في المنفى، عاد ياسر عرفات إلى غزة رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 بعد اتفاقية أوسلو. توسع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، فأصبح رمزاً تاريخياً وزعيماً فلسطينياً. وتحصل الزعيم الفلسطيني على جائزة نوبل للسلام. شخصية مركبة يحمل كل مواصفات القائد، رجل حوار، رجل منفتح، رجل يستطيع أن نكسب ثقة الآخرين. رفض الخضوع والانصياع إلى شروط أمريكا لإقامة عاصمتين في القدس، فحاولوا اغتياله في أكثر من مرة إلى أن استهدفوه وهو في الطائرة. بقي حياً لكنه فقد على إثرها القدرة عن الكلام، ولأن خطة القضاء عليه فشلت بدأ الاحتلال في حصار أبو عمار ومرافقيه في مقر إقامته، وصاحب ذلك اقتحام وتدمير لمقراته واغتيال مرافقيه. بعد تسميمه بمادة البولونيوم المشع حسب ما أكده علماء من سويسرا، بدأت صحة عرفات بالتدهور حتى عام 2004 غادر إلى فرنسا لتلقي العلاج، وعاد لرام الله يوم 11 نوفمبر من نفس السنة، جثة حملها الفلسطينيون على الأعناق ليودعوه في مثواه الأخير. يريدوني إما أسيرا أو إما طريدا وإما قتيلا. لا، أنا بقول لهم شهيدا 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 شهيدا. بغياب أبو عمار صار هناك فقدان للجمرة، الجمرة التي توقظ الجميع من سباتهم. لما بنذكر ياسر عرفات وبنذكر ذلك التاريخ بنتأسف على غياب ياسر عرفات اليوم ونيل القضية الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني الذي عايش الحروب على مدار عقود مضت عانى فيها الويلات من قصف وتنكيل وتهجير، لكن بالرغم من كل هذا ظل صامدا مرابطا على أرضه ولم يتخلى عنها ولا على أشجار زيتونها التي تسرد هي الأخرى حكاية كفاح تمتد إلى أكثر من عمر الصهاينة أنفسهم. إذن هذا هو الزعيم الفلسطيني، أراد الشهادة ونالها، وارتبط اسمه بالمقاومة وسيرتبط اسمه الآن بذاكرتنا جميعا. إذن باسم كل الحضور وباسم كل الجزائريين سيقدم وسام الذاكرة إلى لي أقول الشخصية البارزة، أكثر الشخصيات الفلسطينية انتشارا عبر التاريخ، وهو الشهيد البطل ياسر عرفات، وسيستلم وسام الذاكرة في طبعته 7 نيابة عن كل الفلسطينيين سعادة سفير دولة فلسطين. وليتفضل السيد رئيس المرصد الوطني السيد نور الدين بن براهم، وكذلك ممثل عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذلك السيد عطية الله العربي الأمين الوطني المكلف بتنظيم المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة، وكذلك السيد المدير العام لشركة فيرتكس الأستاذ عرفات. وبهذه المناسبة، مناسبة تكريم الشهيد الراحل ياسر عرفات، أيضا نحن قررنا أن نرد التكريم بالتكريم لأنهم يستحقون هذا التكريم، إخواننا في المنظمة الوطنية للذاكرة، وبالتالي قررنا أن نقدم لهم صورة المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة تكريما لهم وعلى عطائهم ودعمهم اللامحدود لفلسطين. شكرا لهم وشكرا للجزائر، وبارك الله في الحضور الكريم جميعا.